سمعت عن الكماشة العسكرية؟ أخطر تكتيك حربي في التاريخ، تكتيك ما نجحش فيه غير 6 من القادة بس، منهم 3 مسلمين وواحد قرطاجي. خليني قبل ما أقول لك هم مين أعرفك خطورة التكتيك ده وصعوبته. التكتيك ده أول مرة تم ذكره كان سنة 496 في كتاب فن الحرب لعالم الحرب الصيني سان تزو التكتيك ده بيبدا بان الجيش المدافع بيهاجم الجيش المهاجم ليه من اليمين والشمال، وفي نفس الوقت قلب الجيش المدافع بيتراجع بانتظام امام هجوم الجيش المهاجم، وهنا الجناحين بيقفلوا على الجيش المهاجم زي الكماشه. الموضوع وصفه سهل ولكن تنفيذه صعب جدا، عشان كده كان اول مره قائد قدر يستخدمه كان القائد القرطاجي الاسطوري حانيبال في معركه كاناي ضد الرومان، وتاني واحد قدر ينفذها كان القائد العظيم قائد بني مخزوم سيف الله المسلول غصبا عن التخين وعن ابو حملان الصحابي العظيم خالد بن الوليد في معركه الولجه ضد الفرس سنه 633. وتيجي سنه 1071 في المعركه الرهيبه مالازجار بيستخدموا الاسد السلجوقي الب ارسلان ضد البيزنطيين، والقائد الاخير المسلم القائد الكبير سليمان القرن.